بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة الإعلامية في جامع الحمد بمحافظة حفر الباطن تقدم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، وأن الله يحب ويحب، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. لكن هنا نقطة مهمة، ليس القضية أن تحب الله، فهذا أمر فطري، كل يحب الله، حتى الكافر قد يحب الله، إنما الأمر كل الأمر أن يحبك الله. هذه القضية التي تحتاج إلى مجاهدة، أن يحبك الله. فإن قال قائل أنا أريد أن الله يحبني، كيف؟ نقول بين النبي صلى الله عليه وسلم، أعطانا طريق واضح لمن أراد محبة الله. أما أن يدعي كل إنسان أن الله يحبه فهذا لا يقبل منه. أما كونه هو يحب الله، نعم، كل عبد يحب خالقه. ما هو الأمر الذي يكون فيه محبة الله لنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله جل وعلا قال: ما تقرب إلي بعمل أحب إلي مما افترضت عليه. هذا ما في كلام، الفريضة من أفضل الأعمال، خذوا هذا قاعدة، الواجبات أفضل من المستحبات وأن كثرت. ما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انتهى هذه القضية. فإذا أردت أن يحبك الله فأكثر من النوافل عموما، نوافل صلاة، صدقة، صيام، تسبيح، تهليل، أكثر من النوافل حتى تصل إلى أن يحبك الله جل وعلا. قدمت لكم هذه المادة من دروس الشيخ عبيد البيضاني حفظه الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.